مساء الخير، عاملين ايه؟ في ناس كتير بتتكلم عن الشبكية مش بتدخل هواء ومية. يعني اتكلمنا قبل كده ان الشبكية بتدخل هواء ومية، وينفع تتوضى بيها، ينفع تستحمى بيها، ينفع تنزل بيها البسين، البحر، كل ده تمام، مفيش أدنى مشكلة. ازاي بقى المية بتوصل لفروة الراس وبتخش الهواء ازاي برضو؟ شايفين التل ده يا جماعة؟ التل ده بيدخل هواء ومية، كل دي مسامات مفتوحة بتدخل هواء ومية. تمام؟ بعد ما تخش الهواء ومية هنا بيطلع بنفس الطريقة، دخل بيها عادي جدا، مفيش اي مشكله. زي ما دخلت الميه زي ما هتخرج. فهنا هذا ان انت لو تتوضا او تصلي وتنزل بحر او تستحمى مفيش اي مشكله. الميه هتدخل الراس وهتطلع تاني عادي، وبتوصل ميه وهواء لفروه الراس، راسك بتتنفس عادي. تمام. فاحنا هنا باينه اهي معانا الشبكيه عامله ازاي والمسامات بتاعتها. تمام. في اشكال تانية برضو اكتر مسامات زي كده، فول تل، تبقى كلها تل، مفيش فيها جلد خالص، دي بتدخل هواء وميه طبعا اكتر، وبرده كلها مسامات مفتوحه. تمام. معانا برضو اشكال تانية زي كده، هنا في جلد، بس اللي في النص بيدخل هواء وميه، الطول اللي في النص برضه بيدخل هواء وميه. تمام. الشكل مثلا زي كده برضه، مثلثات ده مثلا، في جلد كتير، بس برضه هنا في طول بيدخل هواء وميه. القطعه الوحيده اللي ما بتدخلش معانا ميه السيليكون اللي زي كده، دي ما بتدخلش ميه معانا خالص. تمام. في منها يبقى قدام القدامه بتاعتها طول، او كلها سيليكون. تمام. ايا كان مين فيهم دول مش هيدخلوا ميه، لان قدام طبعا هيبقى فيه لزق، مش هيخش عن طريق الميه. انما هنا دي كلها مقفوله. الكلام ده برضه احنا بنعرفه للعميل قبل ما يشتري قطعه زي كده، هو بيكون عارف. يعني الناس المحدده اللي بتستخدم السيليكون ده بالذات تبقى فاهمه ان السيليكون ده ما عنديش هواء وميه. هو بيبقى عاجبه فيها ان هي بتبقى انسيابيه اكتر على الراس، فبيبقى عارف الكلام ده، فهو عارف ان هو مش هيخش له هواء وميه. وبرضه احنا بنقول للعميل بنعرفه قبل اي حاجه. يعني انا كل حاجه بشرحها للعميل قبل ما يشتري مني او قبل ما يعمل اي حاجه، لازم بشرح له الاول دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه، حسب كل متطلبات كل واحد. في ناس ما بتفرقش معاها الهواء والميه، مش فارق معاه، بياخد حاجه زي كده لو هو عايز شكله اكتر، يبان واقعي اكتر. فكل عميل هو بيبقى بعد ما انا بعرفه دي استخداماتها ايه ودي استخداماتها ايه، هو بيختار اللي هو عايزه. وفي عملاء هي عارفه اصلا ايه الاستخدامات بتاعت دي وبتاعت دي. دي مثلا ايه، احنا عملنا عليها تجربه برضه عمليه قدامكم، بحيث ان انتم شايفين الميه وهي بتعدي من هنا، من التل ده، تمام، لتحت، وعكست لك برضه عشان تبقى شايف اكتر، وهي بدخل لك الميه من فوق على الشعر، تمام، ويطلع من التل نفسه، عشان يبقى باين ليك واوضح لك اكتر ازاي الشبكيه بتعدي هواء وميه. فاذا طالما هي عدت هواء وميه، يبقى تقدر تتوضا، تقدر تستحمى، تنزل بحر، تعمل كل اللي انت عايزه، مفيش اي مشكله. راسك بتتنفس، بيدخل لها ميه، بيدخل لها كل حاجه. فمفيش مشكله نهائي، مفيش حته ان هي ما ينفعش الوضوء. وزي ما قلنا برضه قبل كده، احنا بنقول اللي احنا عارفينه واللي احنا شايفينه قدامنا والمنطقي. تمام. بعد كده الله اعلم طبعا، ده رقم واحد. رقم اتنين، انت شاكك في موضوع وعايز تستفسر اكتر، تقدر تكلم مدرب افتى واشرح لهم نفس الكلام اللي احنا قلناه ده بالظبط. ما تقولوش ان انت لابس باروكه، لان الباروكه عكس الشبكيه. دي حاجه ودي حاجه. الشبكيه بتدخل هواء وميه، هي عشان كده مسمينها شبكيه، تمام، عكس الباروكه. فاشرح له الكلام ده بالظبط عشان برضه هو يقدر يفهم انت بتتكلم عن ايه، لان الباروكه حاجه والشبكيه حاجه. بس احنا زي ما هنشوف الشبكيه بتدخل هواء وميه، مفيش اي مشكله خالص. بس والتوفيق للجميع.